أغلب الصنايعية بتغير قطع غيار للزبون وتغير له كربيراتير على الفاضي، والمشكلة بتكون في الكربيراتير نفسه. 90% من المشاكل دي سببها كربيراتير مش مظبوط أو مسدود. النهاردة هفكه لك قدامك حتة حتة وهفهمك كل حاجة فيه. خلي بالك معايا. هتفك الكربيراتير. بص، 3 مسامير من فك صليبي. تمام. ركز بس معايا عشان تفهم كل حاجة. دي الكوباية بتاعته لازم تبص فيها حلو وتشوف فيها رواسب ولا لا. هتخلع العوامة كده. بص العوامة، ركز بس. ركز معايا. شايف دي؟ شايف دي البنز ده؟ شايف دي لازم تبقى طرية معاك. لو نشفت دي هيخرب الزيم على طول معاك. خلي بالك. بص معايا، دي العوامة دي بتاعته لازم تبقى ناشفة ومفيهاش خرم مليان بنزين. ودي الإبرة بتاعته. شايف الفواني؟ فك الفونية كده. هتبص فيها. تبص فيها حلو. تركز فيها رواسب، فيها حاجة تنضفها. تمام. يبقى فيها حاجات بسيطة خالص انت مش يعني لازم تخلي بالك عليها. شايف هتلاقي في خرامة على الجنب كده في الفونية نفسها. لازم تركز عليها. خلي بالك معايا. يعني بص، امشي معايا سنة سنة. ما تستعجلش. دي الفونية اللي انا بفكها دي لو واسعة هياكل معاك بنزين، لو ضيق هيقطع معاك. لازم يبقى مظبوط معاك لازم الفونية دي تبقى مظبوطة. لو كبيرة وواسعة هياكل معاك بنزين، لو ضيق هيقطع معاك. لو فيها رواسب ولا فيها حاجة هيقطع معاك الكربوراتور، مش هيبقى مظبوط. لازم تتأكد منها ان هي مظبوطة وسالكة. تمام. كل حاجة في الكربوراتور هتشوفها قدامك. بص هتسلكها بالليبر. تتأكد. شايف الخرام اللي على الجنب دي بتبقى مسدودة، هتخلي الكربوراتور يقطع معاك برضه. لازم تسلكها كلها واحدة واحدة، تمشي عليها. ما تسيبش حاجة في الكربوراتور غير لما تعملها. مش تقول لي غير، هتغير وما فيش حاجة تغير وبس. التغيير كله ده اللي انت ما تغيره وتروح تشتري الحاجة على الفاضي. لا، نظف الاول وتأكد ان الحاجة مظبوطة، مش يبقى مسدودة وتروح تغير. ركز عاد عشان اهم حاجة اللي انا هوريها لك دياتي. مش فكر براتر تلاقيه عالي وما بيرضاش يوطى، سببه اللي انا هوريها لك دياتي. تلاقي الكربراتير موطى على الاخر من المسمار وعالي. بص كده. شايف دي لو وسعت دي الكربراتير عمره ما يوطى معاك. بص خلي بالك. بص شايف هنا المفروض يبقى قافل. شايف في جوه. شايف الوسع ده هنا. انت كده معلق على كده كده. انت موطي على اخر المكنه. المفروض دي تكتب ما تطلعش بنزين. دي لو واسعه الكربراتير معاك مش هيوطى ابدا. خلي بالك. شايف البنز ده اللي جوه ده؟ بص كده معايا. ده ما يتاكل. تلاقي المكنه مش راضيه تبص، تلاقيها ما تعلى وتوطى، مش منظمه بسبب البنز ده ما يبقى اتاكل. شايف البست نازل ازاي؟ بص كده. شايف السنة شمال يمين دي يجي عند البنز ده وينزل عدل معاه ثابت لفوق ولتحت. مفيش. شفت اللفة اللي هو ما يلفها دي؟ لو اتاكلت ديات البست ما هيلف اللفة بتاعته دي، هتخليها تلاقي موطي المكنة على الآخر مش راضية توطى، وفجأة ممكن تلاقيها وطيت بسبب ان هي البنز ده مهم جدا. الفونيا دي مهمتها جدا في صناعية كتيرة قوي ما تعرفش فايدتها. دفنية الهواء دي يا جماعة لو واسعة زيادة عن اللزوم الكربراتر ده باظ. خلي بالك. لو واسعة الكربراتر باظ. لو ضيقة الكربراتر ياكل بنزين. شايف؟ لازم تسلكها كلها دي وتظبطها. ولو وسعتها جو الكربراتر هيبوظ. لازم توسع بمعدل ثابت، يعني هتوسعها بمقدار ثابت. لو وسعتها جو الكربراتر باظ. لو ضيق جو الكربراتر هياكل معاك بنزين. يعني انت عارف اكان البنزين
بموجه بسبب الفونيا دي بتبقى ضيقة. هتوسعها بمقدار حاجة بسيطة خالص، هتظبط معاك. مش هتاكل معاك بنزين من المكنة. خلي بالك، شايف العوامة دي البوابة دي لو اتقفلت نص قفلة هتاكل معاك بنزين برضو المكنة. عارف انت ممكن تقفلها نص وتلاقيها منظمة، انت ما تقول هي انا مكانتي ما تنظمش غير وهي نص. عارف بسبب ايه؟ بسبب المكنة مخنوقة في البنزين. انت ما تقفل العوامة دي نص كده انت ما تغذيها بنزين زيادة. انت لو فكيت الكربيراتور كده زي ما انا وريتك ونضفته وظبطته، المكنة معاك هتظبط معاك من غير ما تقفل البوابة، تقفل نصها. بص دي لها عدلة، يعني لو فكتها لها عدلة، ناحية واسعة وناحية ضيقة. لازم تخلي الناحية الواسعة من تحت من ناحية الليبرة، تمام. والدج مش دج قوي، لا ده الدج بالراحة، حاجة بسيطة. هي مش مستاهلة ان انت تدج عليها جو، تطبقها تبوظها. شايف؟ تنظف حوالين مكان ما لبست لما ينزل تحت. تنظف برضه، ما يبقى في رواسب، تلاقي المكنة موطاها على الآخر ومش راضية توطى، برضه ما يبقى في رواسب تحت. هذا الكربرتير كله وما يبقى سببه، خلي بالك، يعني ما يبقى حاجة بسيطة خالص تخليك تروح تشتري كربراتير. لا، انت ممكن لو غيرت له ركز بقى على العوامل وهي بتركب. بص، انت ركبتها كده تمام. طبعا انت فكرت الكربوراتور، نضفته وركبت العوامل. ممكن شوف اتعدلت، بقت عدلة. ادي الصنعة هنا. يعني انت لو ما لا لو رفعتها جو قفلتها قوي هتقفل، مش هتجيب بنزين. لكن هي الصنعة في ان انت تظبطها كده، تخليها افقية، تمام. وتتأكد من الليستك اللي هو في الكوباية.